فالنتين مع يحيى حقي وقنديل أم هاشم. يحيى حقي ده أديب وكاتب روائي كبير جدا، ليه كتير من المؤلفات العظيمة زي قنديل أم هاشم وزي البوسطجي، رواية البوسطجي. قنديل أم هاشم دي بتحكي عن شاب مصري درس الطب، سافر في ألمانيا، درس أحدث النظم وأحدث التعليم وإيه هي العلاجات الصحيحة، ورجع لبلده لمنطقته لحتته عشان يعالجهم ويرفع من مستواهم. لقاهم كلهم بيتداووا وخاصة مرضى العيون بزيت قنديل أم هاشم، وكانوا بيرفضوا أي تداوي غير بالزيت ده، لدرجة ان بنت عمته او بنت عمه اللي كانت عايشة معاه لما اصيبت بمرض في عينها نتيجة لشغل الابرة وبدأ نظرها يضعف، فكانوا بيقطروا لها من الزيت دوت. كانت